أول أيام عيد الشغل بمدينة تطوان، أول أيام عيد الشغل، وأغلب شباب تطوان دون شغل، وحتى من يملكون الشغل فأغلبهم يعملون دون تصريح دون حقوق في استغلال شديد. العمل أشبه بالعبادة هنا في حقيقتها، عبادة للأرض. العمل الحقيقي هو الذي يضمن للعامل حياة كريمة، ليس العمل من أجل الحد الأدنى للأكل والشرب والمبيت واللباس. الحقيقي هو الذي يمكنك من تحسين حياتك، وليس أجر الأكل والشرب واللباس. أما الأكل والشرب واللباس فتلك تسمى صدقة في سبيل الله. رياضة الجري لا تحتاج المال، فقط عليك أن تحمل حذاءك وتنطلق. وأخيرا وصلنا إلى الشاطئ المضيق كما ترون، وبهذا الحذاء حتى النهاية. الشاطئ ممتلئ بالزوار ما شاء الله، كأنه ليس عيد الشغل بل عيد الحرية. ورغم أن أغلب شباب تطوان ليس لديهم شغل، ليس لديهم عمل، أغلبهم يعانون من البطالة، وحتى من يعمل دون تصريح عمل، أغلبهم دون تصريح عمل، دون حقوق، يتعرضون لاستغلال. رغم ذلك نرجو من الله إن شاء الله بفضل الله أن يكون العام المقبل خير من هذا العام هذا إن شاء الله، أن تتحسن أوضاع المؤمنين جميعا داخل المغرب وخارج المغرب.